لو عندك ربع كيلو من اللحمة المفرومة ومحتارة تعملي غدا ايه، تعالي لما اقولك. لايك وشير وصلوا على رسول الله. عندي هنا بصلاية كبيرة هبدأ افرمها، طبعا ممكن تبشريها على المبشرة. بدأت اقطعها بالطريقة دي ونزلت عليها بقرن من الفلفل الاخضر، بدأت افرمهم مع بعض ناعم. وهاجي هنا عندي على النار طاسة، هنزل بحبة من الزيت، ممكن تنزلي بمعلقة كبيرة من السمنة. وعندي هنا ليا ضاني، نزلت بحتة من الليا الضاني، ممكن لو هي متوفرة عندك انزلي بيها، مش متوفرة عندك استغني عنها عادي. اول ما الزيت سخن معايا نزلت بالبصلة اللي احنا فرمناها وقرن الفلفل، وبدأت اشوحهم على نار عالية لحد لما البصل دبل معايا وبدأ يغير لونه. اول ما بيغير لونه بالطريقة دي ببدأ انزل بربع كيلو اللحمة المفرومة، وهبدأ اشوحه على نار عالية لحد لما اللحمة معايا تاخد تشويحة حلوة وتغير اللون. وصفتنا النهاردة بجد تستحق التجربة، سهلة وسريعة واقتصادية إلى حد ما. طبعا بعد ما تشوحت معايا اللحمة هنزل بالتوابل. أنا نزلت بس بالكزبرة الناشفة وفلفل أسود والملح. حابة تنزلي برشة من النعناع الناشف هتبقى جميلة جدا. حابة تنزلي كمان برشة شطة وتخلي الأكلة معاك مشطشطة، لو انت بتحب الأكل مشطشط هيبقى طعمه حلو قوي. بس كده اديتهم تشويحة مع التوابل. وبعد كده عندي هنا 4 طماطمات كبار فرمتهم ناعم مع كوبايتين من المية ونزلت بيهم على اللحمة بتاعتنا. هسيبهم بس ياخدوا غلوة على النار، اهم حاجة تتأكدي ان الملح بتاعها مظبوط. عندي هنا بطاطس مقطعاها شرايح متوسطة، يعني ولا هي سميكة اوي ولا هي رقيقة اوي. طبعا بدأت انزل بيهم كده في صينية عندي، وهبدأ ارص كده راق من البطاطس في ارضية الصينية. واللحمة هنا كانت اخدت معايا غلوة على النار، هبدأ كده انزل بنصها اوزعها على البطاطس. وبعد ما بوزعها طبعا برجع ارص راق تاني من البطاطس او بقية البطاطس على الوش. طبعا لو حابين تعملوها في حلة، يعني بعد ما تكوني معصجة اللحمة مع الطماطم كده واخدين غلوة، انزلي بالبطاطس عادي وسيبيهم على البوتاجاز من فوق، هيستووا معاكي وطعمها برضه هيبقى حلو. بس تسوية الفرن بتديها طعم حلو قوي وريحة جميلة جدا. نزلت هنا بباقي اللحمة المفرومة والطماطم. وهنا عندي طماطمايه كبيرة مع قرن فلفل اخضر كبير فرماهم خشن بالطريقة دي، ممكن تقطعيهم بالسكينة عادي. بدأت انزل بيهم على الوش، بحب انزل بيهم هما ونيين. وهنا كنت غليت كمان كوباية من المية. اهم حاجة في الصينية دي ان المية بتاعتك او الطماطم تبقى مغطية البطاطس عشان البطاطس تطلع مستوية ودايبة معاكي. الفرن شغال على اعلى درجة حرارة، سخن جدا. بدخلها على الارضية واسيب النار شغالة عليها على اعلى درجة حرارة من تحت لحد لما البطاطس تستوي تماما. على طول بشغلها شواية من فوق تاخد لون، وبعد كده بطلعها على طول. شايفين الوصفة قد ايه ما اخدتش وقت خالص، وسهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. الاولاد من كتر جمالها بعملها لهم مرة كل اسبوع. طبعا عاملة جنبها حبة رز بالشعرية. زي ما انتوا شايفين البطاطس مستوية حلوة قوي، والله العظيم ريحتها كانت قلب المكان من كتر جمالها. لما تجربوها هتعتمدوها وهتدعولي من كتر جمالها. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بلايك وشير، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام.